الضلال، موقع لكل المصريين. اهلا بحضرتك. حدود القضية ايه اللي تحولت الى فتنة طائفية؟ انا لسه بقول انه بعض القضايا الاجتماعية، بعض الشائعات المتعلقة حتى بقضايا اجتماعية بعلاقات عاطفية تتحول فجأة الى فتنة طائفية، مع ان لا علاقة لها بالمسيحية والاسلام ولا بالهلال والصليب ولا بمحاولة ولا بوجود فتنة من الاساس. ما الذي حدث؟ يعني لما 300 واحد وواحدة يجردوا إنسانة مسنة من ملابسها ويهتفوا ويكبروا في الشارع، ده تفسروا بإيه؟ ده مشكلة مجتمعية. هو اللي حصل طبعا إن في شائعة عن علاقة بين مسيحي ومسلمة، ووصل تهديدات ليهم فسابوا البلد ومشوا. والأم بلغت إن في تهديدات وربما ينفذوها تاني يوم. أم الشاب المسيحي. أم الشاب المسيحي، وعملت محضر ورقموا معايا، ولم يحرك الأمن ساكنا، ولم يتخذ أي تدبيرات أمنية وقائية تحسما لأي حاجة تحصل. يبقى هي دي المشكلة رقم واحد، إن أنا عندي مؤشرات بتقول إن في حاجة هتحصل بالضبط، ولم يتم اتخاذ أي خطوة. يعني استخفوا بالبلاغ وما أخذوش أي خطوات تدبيرية. يعني دايما حضرتك عارف، أو مش دايما عشان ما أظلمش، في كتير من الأحيان اتحرك بعد الحدث، وبعدين الحدث حصل 8، الشرطة وصلت 10. ساعتين كافيين قوي، يعني الساعتين دول كافيين للحرق والتدمير والتشهير والنهب إلى آخره. اللي أنا بسأله لحضرتك، إحنا في دولة ذات سيادة ومؤسسات وقانون وقضاء، ولا في دولة قبلية؟ لا، إحنا في دولة مؤسسات ودولة قانون، والقانون يجب أن يطبق على كل من أخطأ. إحنا في انتظار كده يا أستاذ وائل، ما بطلبش أكتر من كده. تم إشعال النار في كم منزل أو كم مكان؟ 5 منازل. 5 منازل. والسيدة جردوها من ملابسها في الشارع وزفوها في الشارع. وتهديدات وتكبيرات. ما فيش إنسان مسلم شريف يقبل كده، وحضرتك أولهم. يعني مفيش حد شريف يقبل كده. طبعا ما فيش. ضد الأخلاق وضد العرف وضد احنا ناس نعرف الأخلاق ونعرف الواجب ونعرف العيب. ما يصحش. وبعدين حتى لو كانت الشائعة دي حقيقة، هل رد الفعل يتناسب مع الخطأ ده؟ طب وفين الدولة؟ مين يدي الواحد حق، او ازاي انسان يدي لنفسه الحق انه يقيم نفسه مكان القاضي والشرطي والحاكم والجلاد؟ ما يصحش يا استاذ وائل. عند حضرتك حق، بس انا هنا انا كنت شايف نار تحت الرماد، شايف ان في مقدمات لفتنة قادمة. انت عارف حضرتك انه حوادث من هذا النوع احنا عايشناها كثيرا، علاقات عاطفية او علاقات اجتماعية بتتحول لفتن طائفية بسبب انه مفيش سرعة في علاجها ومفيش شفافية في توضيح الامور ومفيش اعمال للقانون على الفور. يعني وما استهنش اي بلاغ خفيف، ما استهنش بيه. يعني انا برضو عايز اقول لحضرتك ان انا عارف الموضوع ده من يوم الجمعة. من يوم الجمعة؟ طبعا محاصر يوم الجمعة، وانا سكت والناس سكتوا، وانا طيبت خاطرهم وقلت لهم دول اخواتنا والقانون هياخد مجراه الى اخره، ونتعاون مع بعض عشان نقوم على رجلينا تاني بعد ما فقدوا اكتر من 350,000 جنيه في الاحداث دي. وسكت الى ان انتشر الموضوع على مواقع التواصل الاجتماعي، بدأ يبقى فيه تشهير، بدأ يبقى فيه كلام لا يليق، واضطرينا ان احنا نقول اللي انتشر على مواقع التواصل اللي هي شائعة العلاقة. لا، اللي هو تجريد السيدة يعني.
اللي تم نشر المشاهد يعني. يعني المشاهد مش واضحة طبعا، ربما يكون في حد صور هينزل الصور في وقت لاحق في ظروف تانية، لكن وقع في شهود عليها وفي متهمين معروفين ومطلوب القبض عليهم. يعني من المنبر اللي حضرتك بتقوده، حضرتك بشكر حضرتك طبعا انك مهتم بالموضوع واتصلت بيا، لكن حضرتك قول لهم عيب. يعني لو واحد مسلم أشيع عنه انه ليه علاقه بواحده مسيحيه، يستحيل يكون رد الفعل، يستحيل، وحضرتك عارف كده. يعني انا عايز ابعد القضيه بتبدا قضايا اجتماعيه عاديه ممكن تحصل ما بين شاب مسلم وسيده مسلمه، وممكن تحصل ما بين شاب مسيحي وسيده مسيحيه، وتثأر الاسره لنفسها بهذا الشكل. انما مفيش شك انك لما تسيب الموضوع بتتغلب الطائفيه. يعني الموضوع سيبناه مده كبيره، عده ايام. لأن ده احتراما لمشاعر السيدة التي طلبت ألا يبلغ عما حدث. هي حرة، دي قضيتها هي. لكن الست نفسها لما بدأت تشعر بمهانة وبجرح عميق ورفضت انها تقبل على نفسها ده يحصل، اتحركت، صارت. وده اللي فتح الموضوع يا استاذ وائل. محدش عرف الموضوع واشعله، والدليل ان الموضوع من يوم الجمعه لأقل حد يقول ان الناس عرفوا وبيشعروا الموضوع. لا، الست صارت بكرامتها وما قدرتش تحتمل اكتر من كده وصارت، وهي حاليا دلوقتي بتبكي بحرقه. هي وقعة الست دي حصلت يوم الجمعة. لكن غضب امتى بدأت تنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي؟ فده اللي أغضبها. لما الست لما الست نفسها بدأت تثور وترفض انها تبتلع الإهانة وتبتلع الإذلال. ده مش ذل، ده إذلال. رفضت الإذلال ورفضت الظلم البين ده، وثارت النهارده ولازم تاخد موقف. انها عملت محضر في الشرطه، يعني ابلغت طبعا. وطبعا مش بسهوله تعمل محضر طبعا. يعني مش اول ما طلبت انها تعمل محضر عملت المحضر. كان في نوع من التفاوضات، نوع من التفاهمات، نوع من احنا هنحاول نشوف يعني هنسأل مدير الأمن أين كان الأمن كمان. يعني بمكارس هنا دايما بتتدخل بعض القيادات الدينية هنا وهناك. يعني بمعنى انه هنا في قضايا من هذا النوع على أئمة المساجد مع القساوسة انهم ينزعوا فتيل اي فتنة طائفية، وانه نرفع شعار يا جماعة القانون هو الحل، اللي متأذي من حاجة يلجأ للقانون. ده قبل وقعة الست يعني. لم يتحرك من ساعة ما الموضوع ده أثير من الصبح لحد دلوقتي، لم يتحرك أحد عشان يقول عيب واحنا نأبى يعني نرفض نقبل على نفسنا ان ينسب لنا تصرف زي كده. انا مستني اسمع الكلام ده على فكرة. انا منتظر من أصحاب الفضيلة الأئمة والعلماء يطلعوا على القنوات والبرامج زي برنامج حضرتك يقولوا نحن نرفض. احنا بنحاول الاتصال بأين كان مدير الأمن، رئيس مباحث أبو قرقاص أو الجهات الأمنية المعنية، أين كانوا كمان. حضرتك اسألهم سؤالين، أنا متأسف. السؤال الأولاني، لما في بلاغ ورقموا معانا يوم الخميس ليه ما حصلش تحرك؟ 2 الواقع بدأت 8، الأمن وصل 10. 3 هل تم القبض على كل المطلوبين؟ 4 كيف سيتم التعامل معهم؟ ما هو ده يا أستاذ وائل لما بيتخذش حاسم ويحصل عقوبة تتناسب مع
الفعل او الجرم بيشجع اخرين. وبرضه بقول لحضرتك تاني، ربما يعرض علينا من جديد ان نضطر للجلوس في جلسات عرفيه والخضوع لقضاء عرفي بشروط مهينه واحنا المجني علينا. في اعتقاد ان الحل في القضايا دي اعمال القانون. انا بحيي حضرتك وانا واثق ان حضرتك هتهتم بالموضوع ده، لان الموضوع يمس كل مسلم ان شاء الله. بس انا عايز بس اؤكد على حضرتك تاني انه بتحدث في مناطق كثيرة بيكون فيها الشائعة او الحقيقة يعني ايا كانت طبعا. متعلقة بشاب مسلم او سيدة مسلمة، شاب مسيحي وسيدة مسيحية، يعني دون اختلاف في الديانة، ويعتقد البعض انه يثأر لنفسه ولشرفه بايديه. لا، اللي عاوز ياخد حقه ياخد حقه بالقانون يعني. تمام، احيي حضرتك قوي. طيب انا بشكر حضرتك وهتابع مع حضرتك البيان اللي انتوا يعني اصدرتوه منذ قليل. بس السيدة قدمت بلاغا والنيابة لم تحقق حتى الآن ولا بدأت التحقيق؟ بشكرك أنبا مكاريوس. جماعة في القضايا دي السرعة الشديدة يعني مهمة جدا. انت بيبقى عندك أجواء فتنة طائفية، يعني هذا الملف عايشناه كثيرا، علاقات عاطفية واجتماعية يمكن أن تحدث بين شاب وسيدة من نفس الديانة